السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الإشكالية اللي صايرة في عدم دخول النواب في التشكيل الحكومي كوزير محلل، وحسب بعض آراء الخبراء الدستوريين أن إذا ما دخل نائب في التشكيل الحكومي احتمال يعفى رئيس الوزراء أو يحل مجلس الأمة، والشعب مو ناقصه. وبنفس الوقت ومن المنطق أنا والله ما ألوم النواب، لأن أصبح الدخول إلى الحكومة هو انتهاء تاريخ سياسي للنائب، وخير دليل ما حدث مع عمار العجمي وبدر الملا. وهل لأن أحمد النواف سيء؟ طبعا لا، لكن النواب يعرفون كيف تدار الأمور، وعلشان يتجاوز رئيس الوزراء أحمد النواف هذه النقطة يجب عليه أولا نسف جميع الأعراف التي كانت تحدث في الحكومات السابقة منذ التأسيس، وهو عدم معاملة الوزراء كحطب دامه. وبالنهاية الوزير مواطن كويتي، من حقه أنه يشارك في التصويت على القوانين اللي في صالح الشعب، ولازم تعطيهم مطلق الحرية في محاسبة المسؤولين والمقصرين في وزاراتهم دون تدخل منك، وأيضا عدم التدخل في حضورهم للجلسات أو الانسحاب منها. وصدقني إذا نفذت هذا الكلام راح تشجع النواب دون حرج أنهم يدخلون معاك بالتشكيل الحكومي. أما أنك تبي تفرض عليهم قرارات إجبارية، احضر الجلسة أو انسحب من الجلسة أو لا تصوت على القانون الفلاني، ثق بالله وخصوصا النائب الوزير الحر ما راح يقبل بهذا الكلام، لأنه من غير المقبول أنك تحرجه أو تحرقه أمام قواعد الانتخابية. ورسالة أخيرة للشيخ أحمد النواف: اختر الأكفاء من أبناء الشعب الكويتي، بعيدا عن المحسوبية أو الصفقات السياسية أو القبلية أو الطائفية أو الحزبية. الأكفاء من أبناء الشعب كثر، ولكن على سبيل المثال في شخصية يعني والله العظيم حرام هذا ما يكون وزير مالية أو حتى مستشار في الحكومة، وهو المستشار الدكتور ناصر المصري. يعني هالشخصية والله العظيم حرام التفريط فيها، ونتمنى أن نشوفه وزير في حكومة الشيخ أحمد النواف. السلام عليكم. دكتور، ايش رايك باوضاع البلد في الكويت، الاوضاع السياسيه؟ الاوضاع ما تسر، لا تسر البلد ويمكن تسر العدو. انا اعتقد ان الكويت بحاجه ماسه الى نظره مختلفه تماما من مجلس الامه، من مجلس الوزراء. في امكانيات هائله نقدر نحل مشاكلنا بسهوله. اي واحد يدعي انه والله ما عندنا اموال، اقول له تكذب، اموال متوفره. باقي عاد الان قلبك هذا تغيره وتحب فيه أهل الكويت. مو معقول تقولي والله عندنا أزمة سكن وعندك أراضي وعندك فلوس، عندنا أزمة علاج وعندك مستشفيات تقدر تستعين بأي دولة بالعالم، عندي أزمة تعليم تقدر تطور التعليم، طبق مبدأ الثواب والعقاب. قضية إخواننا البدون لمتى راح تقعد بهالطريقة؟ لازم تحلها. سويت هيئة قالت لك المعلومات اتخذ قرارك. قضية أخرى قضية الديون، ما حد طلب منك إسقاطها، طلب منك إعادة جدولتها. والمعسر احنا نشيله من اموالنا، اموال الزكاه، اموال الوقف، الهبه، الصدقه، التبرع، الخمس، وايضا التخلص من الربا الموجود في البنوك الربويه، زائد الرسوم والضرائب العامه الموجوده. تفرض علي انا ضريبه المبيعات وما تفرض على الشيوخ والتجار ضريبه الدخل، هذا غير منطقي. بنفس اللحظه افرضها على البنوك اللي سلفت الناس من ارباحها. صح دكتور، في ظل المشاكل اللي انت ذكرتها، من هو المتسبب أو يقع الخطأ على من؟ إدارة الدولة بالكامل بيد الحكومة. وين دور أعضاء مجلس الأمة؟ وينهم؟ اسألهم. إحنا اخترناك، سويت لنا، حليت مشاكلنا؟ أنت ما سويت شيء. في لك تعليق على أعضاء مجلس الأمة في ظل هذه الظروف؟ أنا أتمنى من إخواني القادمين المرشحين أن يستفيدوا من التجربة الديمقراطية اللي مرينا فيها خلال 60 عام، ولا نتحول إلى ظاهرة صوتية. احنا مواطنين نبي ناس تقول وتفعل مباشرة، واحنا نأيدهم. احنا الأمة مصدر السلطات، مو الأمة مصدر السلطات. احنا الأمة لها قيمة ولها اعتبار، يا اما تكون قدها يا اما ما في داعي تنزل، لأن ملينا من ظاهرة الصوتية. نبي أفعال حقيقية، نبي تحل مشاكلنا بالعلاج والتعليم والسكن والبطالة والديون والتقاعد وغيرها. ما عندك، احنا نوريك الطريق وطبقه أنت بالتعاون مع الحكومة.